السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محتوى ميساء. اليوم جبتكم فيديو جديد وهو كارن. كما كتلاحظي معايا كاس نتاع حمص مطحون، نص كاس تاع الزيت، ومعايا الملح ومعايا الماء عادي. انا هنا حسب الصحن نتاعي وراح نضع فيه الحمص مطحون، وراح نزيد عليه كذلك القليل من الملح، حوالي معلقة صغيرة كما كتشوفي. وراح نزيد عليهم كذلك النص نتاع كاس تاع الزيت، وراح نزيد عليهم كذلك الماء. الان هنايا راح نعبروا الماء مع بعض كما كتشوفي. هذا الكاس الاول تاع الماء، الكاس اللي يكون فيه الحمص مطحون نعبر به الماء باش تخرج لي الكرن تاعي يخرج لي متساوي ويخرج لي نيشان في العبر. هذا الكاس الاول، كذلك هذا الكاس الثاني. انا هنايا راح نوريكم خطوه بخطوه باش الكرن تاعكم يخرج لكم ناجح 100%. هذا الكاس الثاني، كذلك وهذا الكاس الثالث راح نزيد نضعه، وراح نزيد القليل برك من الماء كما كتشوفي. هذا هو قليل من الماء اللي زدته الان. يعني هنايا الكاس نتاع الحمص مطحون معايا ثلاث كيسان وشويه نتاع الماء. هنا حنخلط مليح. هنايا المول تاعي راح ندهنه من القليل من الزيت، راح ندهن المول تاعي مليح. الان هنايا بعد ما دهنت المول تاعي راح نضع الكرن تاعي، راح نضعه في المول. انا هنايا الفور تاعي نكون مسخنه له من قبل 180 درجه. الان هنايا راح نضع الكرن تاعي في الفرن. هنايا راح نضع الكرن تاعي في الفرن ونرجع لكم. هنايا بعد ما طاب كارن تاعي كما كتشوفي اخرج حمر وزين، وصدقوني راح يخرج لكم بنين. نتمنى ان شاء الله يكون عجبك هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه في فيديو جديد.